هتصدقني لو قلت لك ان خط بارليف الدفاعي ما كانش رمل وما اتدمرش بخراطيم الميه اصلا. خط بارليف كان سكنات وغرف ودشم من الخرسانات والفولاذ، مليان بالجنود والسلاح والمركبات وسبل الاعاشه. الساتر الرملي او الساتر الترابي اللي اتفتح بالميه هو واجهه خط بارليف، طوله حوالي 25 متر وبزاويه ميل حد، بيفترض انها تمنع الهجوم عليه بالمشاة الاليات ونائلات الجنود. وكان تحت قناه السويس في انابيب خاصه ليها مخارج واسعه. الانابيب دي كانت بتطلع سائل بيحرق وبتحول الميه لجحيم، والسائل ده مزيج من البنزين والزيوت ومواد تانية. عشان نفشل خطه الانابيب دي كان لازم نجيب عينه من السائل ده، وفعلا قدرنا ان احنا ناخد عينه من الماده دي زي الشبح بالظبط من غير ما اي حد يعرف، واللي اتعملت في عمليه مخيفه ومجهوله محدش يعرف تفاصيلها لحد النهارده. وبعد ما حللنا الماده قدرنا ان احنا نصنع ليها ماده مضاده، وفي عمليه تانية قدرنا ان احنا فعلا نسد الانابيب دي باستخدام الماده اللي صنعناها. الماده دي لما بتنزل الميه بتتجمد على طول وبتبقى اقوى من الاسمنت. وعشان الضفادع ما تترصدش اضطروا ان هم ينزلوا في خليج العقبه ويعوموا تحت الميه لعشرات الكيلومترات ويوصلوا للهدف ويرجعوا بنفس الطريقه. لو كانت اي عمليه من دول اترصدت كانت تعرف ان عمليه العبور قريبه. والغريب برضو ان فكره تفكيك الستر الترابي بالميه كانت اسرائيل جربتها فعلا في تل ابيب وفشلت، لكن مصر خططت كويس واشترت معدات وقدرت فعلا تفكك الساتر. والمعدات اللي اشتريتها دي مضخات وخراطيم خاصه ليها قوه دفع مخيفه تتفوق 100 مره على المضخات التجارب الاسرائيليه. خط بارليف اتكلف 500 مليون دولار تقريبا، وده مبلغ كان يوازي اكتر من نص موازنه الدفاع الامريكيه ليهم دفعه واحده وقتها. فعبور القناه وفك خط بارليف ما كانش بالسهوله اللي متخيلينها ولا بخراطيم ميه زي ما بنقول، لا ده كان في دراسه وتخطيط وعمليات كتيره اتنفذت قبلها. انا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي.